حاجتين لو عملتهم هتكسب قلب التيم بتاعك وهتعلي البرودكتيفيتي بتاعته. ايه هما الحاجتين دول؟ الحاجه الاولانيه ان احنا في عصر التكنولوجيا دلوقتي والواتساب والمسجز والالكترونيك مسجز والايميلز. لو انت جيت اخترقت كل ده وحد من التيم بتاعك عمل حاجه مميزه وحبيت تكافئه، جرب كده تجيب له كارت كده من اي مكتبه، كارت لطيف، وتكتب له عليه كلمتين لطاف كده تحسسه بالابريشيشن، وحطه له الصبح على المكتب قبل ما يجي، او قبل ما تمشي بالليل حطه له على المكتب عشان يجي الصبح يلاقيه. انت مش متخيل ده ممكن يعمل فيه ايه ويوديه فين، وهيطلعه في حته تانية برغم ان هي حته ورقه ما اعتقدش انها تتكلف 20 جنيه ولا حاجه. تمام. دي اول حاجه ممكن تجربها، ويا ريت الناس تجرب وتبعت لي في الكومنتات لما عملت كده حصل ايه. طيب ايه الحاجه التانية بقى؟ الباور اوف ووردز، قوه الكلام. الكلام النهارده، احنا النهارده ما بقيناش نعايد على بعض بالتليفون، بقينا نبعت الصور السخيفه اللي على الواتساب اللي بنبعتها لبعض كل سنه وانت طيب وهابي عيد، والحاجات اللي احنا بنبعتها دي اللي هي فقدت معناها وفقدت طعمها. النهارده بقى، انت النهارده لما تكون قاعد جنب حد وطالب منه تاسكايه صعبه ورخمه، والراجل ده ينجزها لك في الوقت اللي انت عايزه او اقل في الوقت من اللي انت عايزه، محتاج جدا 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 انك تقول له كلمه حلوه، انك تقول له ويل دان، انك تقول له الله ينور، انك تقول له بجد انت بهرتني، انا ما كنتش متخيل انك هتخلصها بسرعه كده. الكلمتين اللي انت هتقولهم دول هتخلي البرودكتيفيتي وهتخلي الباشن بتاع الراجل ده ان هو يعلي من نفسه ويقوي من نفسه في حته تانية، في حته تانية خالص. فلو سمحت جربوا الحاجتين دول وابعتوا لي في الكومنتات وقولوا لي عملتوا ايه مع الناس اللي شغاله معاكم لما قلت لهم الكلمتين دول. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير.